مساء الخير، ازيكم يا حبايبي؟ يا رب دايما تكونوا بخير. ان شاء الله هعمل معاكم المبكبكه الليبي باسهل طريقه باذن الله تعجبكم وتنال رضاكم. بس الاول يا ريت قبل ما نبدا الفيديو ندعي من خالص قلوبنا لاخواننا وحبايبنا في ليبيا وفي المغرب، ربنا يهون عليهم يا رب ويعوضهم ان شاء الله خير ويحفظ بلادنا يا رب جميعا. الأول كده بنبدأ بقى بسم الله وبنبدأ الوصفة بتاعنا. معايا حلة على النار فيها معلقتين زيت أو أي مادة دهنية عندك، حبة ملي بسمنة ماشي أي حاجة. وبعدين بننزل باللحمة بتاعنا، نقطعها قطع صغيرة مكعبات صغيرة كده، لا هي كبيرة ولا هي صغيرة قوي. بنشوح اللحمة دي بقى على البوتاجاز على نار عالية، بلاش تكون النار هادية، النار لو هادية هتنزل السوائل اللي في اللحمة وطبعا هتغيب على ما تتبخر السوائل ديت وتاخد منك وقت. فالاول كده من الاول تبدأي تخلي النار عالية، بسرعة بسرعة كده تتشوح بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. بعد ما اتأكدت انها خلاص بدأت في انها تاخد لون، هنزل ببصلتين كبار او 3 بصلات. طبعا كمية البصل على حسب ما انت حابة، يعني عايزة تقللي البصل او تكتري براحتك. وكمان معايا فصين من الثوم مفرومين، وكمان معايا 3 حبات من الفلفل الاخضر مقطعاهم مكعبات صغيرة جدا، وكمان معايا واحدة من الفلفل الحار. بنشوح بقى اللحمة كويس قوي مع البصل ومع الفلفل، وبعدين بننزل بالتوابل الجميلة بتاعنا المكونة من معلقة صغيرة من البابريكا، معلقة صغيرة من فلفل أسمر، معلقة صغيرة من الكاري، معلقة صغيرة من الكركم، وكمان بقى ما ننساش معلقة صغيرة من السكر علشان نسرع في سوى اللحمة بسرعة، وكمان بتدي للحمة طعم حلو. بنقلب فيها وبنشوحها لمدة يعني تقريبا تلت ساعة نص ساعة لحد ما بتنشف خالص من السوائل اللي فيها. وبجيب مية مغلية اسوي فيها اللحمة، طبعا اللحمة لسه ما استوتش، بحط عليها كمية مية مغلية علشان اكمل سوى اللحمة. بعد ما حطيت كمية المية دي يا حبايبي هسيبها تستوي براحتها خالص، بس يا ريت قبل ما تستوي السوا بتاعها الكامل، يعني سوا الا يعني الا ربع كده، يعني يكون فيها حتة تكة كده مش مستوية قوي. في الوقت ده بحط معلقة كبيرة من الصلصة، او لو عندك صلصة من اللي هي بنسويها في البيت دي، او كمان ممكن باكو صلصة من اللي هو الصغير زي اللي حضراتكم شايفينه في ايديا ده. وبخلي اللحمة تستوي بس اخليها فيها تكة، مش عايزاها تستوي للاخر. بقلبها بس تقليبة كده وبشوف التوابل بتاعها كويسة والحدق بتاعها كويس، وبغطي على الحلة ديت لحد ما بتأكد ان اللحمة خلاص استوت. في الوقت ده يا حبايبي بننزل عليها معلقة صغيرة من الملح كده بعد ما اللحمة استوت. وطبعا المية اللي انا حطيتها اتبخرت، ما عادش الا كمية بسيطة قوي منها. في الوقت ده ببدأ اخد قطعة من اللحمة اشوفها استوت ولا ايه، بس انا مش عايزاها تستوي قوي، انا عايزة يكون فيها تكة بسيطة كده لان لسه في سوى، لسه هسوي معاها المكرونة. ببدأ بقى اهدي النار خالص، يعني بلاش تكون النار عالية قوي زيادة عن اللازم. بنزل كمان بمعلقة ملح لان لقيت عايزة ملح كمان. وبعدين بنزود المية، طبعا انا زودت مية على حسب كمية المكرونة اللي عندي. شوفي هتعملي مثلا كيس او اكتر، فحطي معيار المية على حسب الكمية اللي معاكي. انا معايا كيسين من المكرونة، حطيت عليهم لتر ونص من المية كده. بنقلبها تقليبة وبنهدي النار وبننزل المكرونة بتاعنا وبنقلبها برضو تقليبة عشان ما تلزقش في بعضها. انا حطيت طبعا كيس واحد بس، لسه في كيس كمان بس هنزود المية شوية لان هنحط معيار المية يكون كويس ويكون مظبوط معاكي على حسب كمية المكرونة اللي هتحطيها. وادي كمان كيس معانا اهو،
وظبطنا الملح بتاع الوصفة، وظبطنا التوابل بتاعها وكل حاجة تمام. نقلب المكرونة تقليبة كويسة قوي، علشان دي محطوطة من غير لا تتحمر ومن غير اي حاجة خالص، يعني سهل انها تلزق في بعضها. فعلشان يا حبايبي ما تلزقش في بعضها وتبقى عبارة عن كتلة، يبقى الافضل كل ما تحطي كيس مكرونة تقلبي تقليبة كويس. وبعدين بنظبط المية بتاعنا بقى، ويستحب انها تكون مية مغلية او شوربة مغلية. بنظبط المية كويس قوي، وخلاص كده ما شاء الله المعيار بتاعها تمام. بتهدي عليها النار خالص، وبتخليها بقى مع نفسها. بنتي يا جماعة الصغيرة اللي عملت الحركة دي على فكرة. يلا معلش. كده خلاص المبكبكة العسل بتاعنا دي خلاص استوت، جميلة قوي. شوفوا عاملة ازاي، ما تلاقيش واحدة لازقة في التانية. ما شاء الله طعمها جميل جدا جدا، جربوها هتعجبكم قوي. اتمنى الوصفة بتاعنا تكون عجبتكم ونالت رضاكم. يا ريت بقى لو وصلت معايا لحد هنا من الفيديو، ما تنسيش تعملي لايك للفيديو وتفعلي الجرس وتشتركي في القناة عشان يوصل لك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.